السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم قضية من أخطر الجرائم اللي وقعوا في مدينة الدار البيضاء. بنت الفشوش من بعد ما دوزت علاقة دامت 5 سنين مع مدير ديال التعليم السياقة، شنو اللي غادي يخلي بنت لاباس عليها تنتقم منه بطريقة وحشية؟ وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه في هذه الحلقة. واحد البنت سميتها ابتسام، عندها 25 عام، كتسكن في مدينة الدار البيضاء مع العائلة ديالها، باها وامها وخمسة ديال الخوت والخواتات. الأب ديالها كان ميسور الحال، كان ميسور الحال ماديا، وكان تاجر كبير في مجال المفروشات، والدخل ديالو كبير بزاف. ومن بعد ما كملت قرايتها في الجامعة وخدت الإجازة ديالها، بقات جالسة غير في الدار بحالها بحال خواتاتها، لأن الأب ديالهم كان مهلي فيهم بزاف، واللي بغاوها كيجيبها ليهم، وكاع الطلبات ديالهم كيلبيها ليهم. داكشي علاش كان ما كيبغيش بناتو يخرجوا يخدموا. وفاش كيكملوا قرايتهم كيجلسوا في الدار حتى كيجي شي ولد الناس وكيتزوجوا وكيمشيو في حالاتهم لديورهم. وخواتاتها اللي كبر منا حتى هما تزوجوا بهذه الطريقه ومشاو لديورهم. ولكن ابتسام كانت ما متقبلاش هذه الفكره نهائيا، وما بغاتش تبقى جالسه غير في الدار وتزوج بديك الطريقه، كانت باغا تخدم والسلام. باها شافها مصمة على هاد الخدمة، مصمة باش تخدم، اقترح عليها تجي تخدم معاه في المحل ديالو. ابتسام فرحات وعجبها الحال، واخا الاختصاص ماشي ديالها لأن هي قارية القانون. قالت اللهم نخدم ولا نبقى جالسة غير في الدار ونبقى نتسنى حتى يجي شي راجل باش يتزوج بيا، ومع المدة غادي نتعلم التجارة ونولي بخير. ووافقت أنها تخدم مع الأب ديالها. ابتسام دوزت مدة وهي معاونة باها ومقابلة ليه المحل ديالو، وبدات كتعلم تبيع وتشري حتى هي، وكتعرف تتعامل مزيان مع الكليان، وكتقدر تقنع الناس بالسلعة ديالهم، وكانت الأمور ديالها غادا مزيان. وباها اللي كان دخلها معاه في الأول غير باش يدير لها خاطرها وما تبقاش مصدعة ليه مخو على الخدمة، ولا عاجبو الحال حيت هزات عليه بزاف ديال المسؤوليات، وبقى كيأمنها على فلوسو وعلى شغل. ولا بغات شي فلوس كتهزهم بلا ما كتشاور معاه، لدرجة أنه ما بقاش كيسولها على حتى شي حاجة ودير فيها الثقة العمياء. ابتسام داكشي اللي كتبغي كتوصل ليه بسهولة، والخدمة غادا مزيان، وعلاقتها مع عائلتها بخير وعلى خير. ولكن دوام الحال من المحال. المحل ديالهم كان قريب للفيلا اللي ساكنين فيها هما، كانت ديما كتمشي الخدمة غير على رجليها، وبعض المرات كيوصلها باها. وبدات كتفكر دوز البيرمي وتشري شي طوموبيل، وهذه كانت وحده من الامنيات ديالها. طرحت هاد الفكره على باها، وباها وافق وشجعها باش دوز البيرمي، وقال لها غير تنجحي في البيرمي غادي يكون الكادو ديالك هو السويرته ديال الطوموبيل، وماركه اللي بغيتيها غادي نشريها لك. ابتسام فاش شافت باها وافق وقال لها هاد الكلام جاه الحماس، ومباشرة بدات كتسول المعارف ديالها على شي مدرسة تعليم السياقة واللي تكون عندها سمعة مزيانة وكيشرحوا مزيان إلى آخره. وهنا واحد صاحبتها غادي توريها واحد المدرسة ديال السياقة اللي كانت قريبة شي شوية من المحل ديالهم، بيناتهم غير شي 10 دقائق على رجليهم. ونهار 9 في شهر 5 2008 غادي تمشي ابتسام لهاد المدرسة وغادي تسجل معاهم باش تبدا القراية، وكان كلشي غادي مزيان. حتى لواحد النهار غادي تتلقى مع واحد السيد اللي غادي يبدل ليها حياتها. هاد السيد هذا سميتو منير، وكان هو المدير ديال هذيك الشركة، ديال هذيك المدرسة، وعنده 38 عام. ومنير كان واحد الراجل اللي مجوج وعنده 3 الوليدات، ومرته ربة بيت كتقابل دارها ووليداتها، وهو مسك عليه الله وفتح مدرسة للتعليم السياقة. هاد السيد كان معروف في هذيك المدرسة بعينيه زايغين، غير كتدخل شي بنت جديدة باش دوز البيرمي كيبدا يدور بيها. كاين اللي كتخضع ليه بسهولة، وكاين بنات الناس اللي ما كيبغيوش شي راجل يستغلهم بحجة أنه غيتزوج بيهم. إلا كان في إعلان باغيهم وناوي الحلال، مستحيل يبغي يخرجهم ويدور بيهم.
وغادي يجي نيشان يدخل من الباب ماشي من الشرجم. من بعد منير شاف ابتسام بدا كيدور بيها، وبشوية بشوية خضعات ليه، مع العلم أنها ما كانش عارفاه مجوج. واحد النهار عرض عليها تخرج معاه تغدى، ومن بعد ما تغداو وكانوا راجعين بالطوموبيل صون عليه التليفون، وفاش جاوب بدا كيتخاصم هو ومراته. ومن خلال الإجابات ديال منير عرفات ابتسام بأنه تيهضر مع مراته كتسولو فين كاين انت دابا، وكانت حاسة بأنه غادي يكون مع شي بنت، ولكن هو بقى كيبرر ليها بأنه مشغول في خدمة مهمة، وما بغاش يعترف ليها بأنه كاينة مع شي بنت في الطوموبيل ديالو. ومن بعد ما قطع التليفون معاها سولاتو ابتسام مع من كنتي كتهضر، وهنا كيقول ليها بأن هاد المرأة اللي كانت كتهضر معاه دابا هي مراته، ولكن ما مفاهمينش نهائيا مع بعضياتهم ودائما في المشاكل. ومؤخرا بدا كيفكر يطلقها ويتهنى منها، لأنه بالنسبة ليه هذا هو الحل الوحيد اللي كاين. ابتسام تصدمات وما كانش متوقعاه مجوج نهائيا، وهذه شهر باش عرفاتو، وكان دائما كيدور بها لدرجة أنها ما شكاتش فيه نهائيا، وكان كيسحاب ليها ناوي المعقول وباغي يتزوج بها. طلبات منه يوقفها في جنب الطريق، وهنا غادي يوقف ولكن ما غاديش يخليها تنزل، وغادي يعترف ليها بأنه فعلا كان ناوي يتزوج بها، وكان معول أنه من بعد ما يطلق مراته عاد باش يصارحها بهذا الشيء ويطلب منها الزواج. المهم قدر يقنعها ويدوخها بكلامه، ووافقت أنها تصبر عليه شوية بين ما طلقها، وديك الساعات يجيب عائلته ويجي يخطبها من دارهم. دوزات ابتسام الامتحان ونجحت فيه وبدات البيرمي ديالها، وفعلا باها شرا ليها طوموبيل كيف ما وعدها. والعلاقة مع منير نهار على نهار كتطور، والمدة ديالها كطوال. داز عام وهما مع بعضياتهم، ولحد الآن باقي ما طلق ما جاي يخطب. في البداية كان كيسايس معاها وكيشرح ليها غير بالسياسة ملي كتسولو فين وصل مع مراته، ولكن مع الوقت وفاش ضمن أنها صافي ما غاديش تقدر تفارق معاه ولات فين ما كتجبد معاه هذا الموضوع كيبدا يغوت عليها وكيولي الصداع بيناتهم، وكيبقى مخاصم معاها وما كيهضرش معاها مدة طويلة، حتى كتجي هي وتطلب منه السماحة عاد كيتصالح معاها، وما بقاتش كتقدر تجبد معاه هذا الموضوع نهائيا. والمصيبة الكبيرة أنها طول هاد المدة هادي كان دائما كيديها معاه للبرطمة ديالو اللي كاينة في مدينة الرباط، ودارت معاه علاقة محرمة وعلاقة اللي كانت غير شرعية. وفاش هو تمكن منها وتأكد أنها مستحيل تفارق معاه لأنها طامعة فيه باش يتزوج بها، هنا بدا كيستغلها ودائما تيطلب منها الفلوس. في البداية كان كيطلب في الحدود ديال 1000 درهم 2000 درهم، شوية ولا كيطلب بالملايين، حكا خصني مليون، حكا خصني 2 المليون، حتى ل 3 المليون هي غادة، لدرجة أنه وصل المبلغ ديال 8 المليون و7000 درهم، وكلهم دين، واللي خداها ما كيردهاش ليها. وهاد الفلوس هادو كانت كتهز من الفلوس ديال باها بلا ما تشاور معاه. باها اللي مسكين كان تيق فيها وداير ليها في يديها كل شيء، وما كيقلبش موراها ويشوف زعما شنو هزات وفين دات دوك الفلوس. دوزوا مع بعضياتهم مدة ديال 5 سنين وهما على هاد الحال من 2008 حتى ل 2012. وفي واحد النهار من أواخر 2012 ابتسام غادي تكتشف بأنها حاملة، وهنا مباشرة غادي تتصل بمنير وغادي تطلب منه يتلاقاو. وفاش غادي تخبروا بهذا الخبر السيد ما غادي يعرف راسو باش تبلى، وفي البلاصة غادي يطلب منها دير الإجهاض. ابتسام في هذه اللحظة بحال إلا صرفقتيها وفقت من القلبة اللي كانت طايحة فيها هذه سنين، وبالخصوص أن منير بدا كيغوت عليها، ومني طلبات منه يتزوج بيها واخا يبقى مجوج بمراته قال لها ما يمكنش وهذا الشيء ما عمره ما يكون. وكان كيكرر جملة وحدة، خاصك طيحيه يعني خاصك طيحيه. هنا ابتسام سدوا ليها البيبان في وجهها، وبقات مدة طويلة وهي كتفكر وكتخمم، ومع الأسف خدات واحد القرار زاد دمر لها حياتها أكثر ما هي مدمرة. وفي الحين بدات كتنفذ في الخطات ديالها، بدات كتهدن فيه ووعداتو بأنها ما غاديش تقدر تفارق معاه بسبب جنين.
وفي أقرب وقت غادي تطيحو. وطلبات منه السماحة مازال من الفوق. وهنا منير ما حسش بوالو وتاق فيها، لأنها دائما هي اللي كتطلب منه السماحة، واخا ما كيخلي ما كيدير فيها. تفارقوا، كل واحد مشى في حالاته. 15 يوم دازت كلها والتواصل مقطوع بيناتهم. ونهار 25 في شهر 11 سنة 2012 ابتسام غادي تتصل بمنير وغادي توهمو بأنها توحشاتو، وبغات تلقى به عادي بحال ديما في البارطمان المعلومة. وفاش غادي يسولها على الجري غادي تقول لي غير تهنى، راني درت الكورطاج وتهنينا منه، مع العلم أنها في هاد الوقيته كانت باقا حاملة. وهنا منير غادي يفرح وغادي يوافق أنه يتلاقى بها. ابتسام كتبات على عائلتها وعلماتهم بأنها غادي تبات مع شي صاحبتها. وكيف ما العادة تلاقات بمنير وشدوا الطريق لمدينة الرباط. ومن بعد ما كيوصلوا كيمشيو يتعشوا في واحد الريستو، ومن بعدها كيمشيو للبرطمة وكيبقاو مدة وهما جالسين تيتفرجوا في التلفازة، حتى بدات كتشوف عينيه كيدبالو وشوية بشوية كيديه النعاس. بقات جالسة حداه مدة شي نص ساعة حتى تأكدت بأن السيد صافي داه النعاس ونعس مزيان. وهنا فين كتستغل الفرصة وكتمشي للكوزينة وكدير في يديها الليقات اللي كانت ديجا جايباهم معاها، وكتهز موس متوسط وكتم جايه بالحس لجيبتو. وفرق نعاسو كتذبحو من اللودن حتى اللودن. السيد هنا بحر الضربة تحرك وطاح من فوق السداري للأرض، ودماياتو كيشرشرو، ومن بعدها كيموت في الحين. وفي هاد الوقيته كانت شي 1:30 ديال الليل. المهم بدلت ابتسام حوايجها اللي كان طار فيهم الدم ولبسات حوايج نقيين، وهزات السواد ديال الطوموبيل ديالو وحلات الباب ديال البارطما باستعمال واحد الكلينيكس باش ما يبقاوش البصمات ديالها على الباب. ومن بعدها هبطات كتسلت من العمارة وركبات في الطوموبيل ديالو بلا ما يشوفها حتى شي واحد، وشدت الطريق للنواحي ديال وجدة. وفي طريقها وقدام واحد الغابة رمات الميكا ديال الحوايج والليقات اللي فيهم الدم على جنب الطريق، وكملت الطريقة حتى وصلت لوجدة. ومع بان ليها واحد الباركين ديال الطوموبيلات باركا الطوموبيل ومشات ديريكت المحطة ديال الكيران. قطعت الورقة ديال الكار اللي غادي لمدينة الدار البيضاء وركبات وجات فيه. ومن بعد ما وصلت شدات الطاكسي للدار ديالهم، وكان باين من وجهها بأنها ماشي هي هذيك. وملي سولتها امها مالك ياك لاباس قالت لها بأنها مريضة شي شوية، وتهربات منها بطريقتها ودخلت وسدات عليها بيتها. ولا غد ليه فاقت عادي ومشات لخدمتها بحال ديما، وبدات كتحاول انها تتصرف عادي بحال اللي ما طاري والو. وفي هذا الاثناء مرات منير غتحماق على راجلها وما عرفاتو فين غابر. يومين هادي وهي كتحاول تتصل بيه ولكن تليفونه طافي، وهو من قبل كان كيسافر ولكن كيعلمها، وفاش كتصل بيه كان كيجاوبها. تخلعت عليه وقررت انها تمشي لعند البوليس ودير بلاغ بحث لفائدة العائلة. البوليس سجلوا المعلومات ديالو وعطاتهم تصويرته ووعدوها فاش يكون شي جديد غادي يتصلوا بها. وبقات الامور غاده على هذا الحال. من بعد ما دازت سيمانه على هذه الواقعه، الناس اللي ساكنين في هذيك العماره اللي في الرباط بداو كيشموا ريحه خايبه بزاف، وملي بداو تابعين المصدر ديالها كيلقاو بانها خارجه من الدار ديال منير، هاد الجار اللي ما كانش عايش فيها تما ديما، وفاش كان كيجي غالبا ما كتكون معاه واحد البنت. الجيران بعد ما شكوا في هاد الريحه في الحين اتصلوا بالبوليس وعلموا بهذا الشيء. ومن بعد ما البوليس كينتقلوا لعين المكان كيلاحظوا بان الريحه مجهده بزاف. بداو البوليس كيحلوا في الباب، وفاش تحليهم تصدموا بواحد المنظر اللي كانوا ما متوقعينوش نهائيا. جثه ديال الراجل مذبوحه من الوريد الى الوريد، والجثه كلها متحله. داكشي علاش الريحه كانت قويه بزاف. الشرطه العلميه في الحين كتحضر وكتبدا الخدمه ديالها من تصوير الجثه ومسرح الجريمه ورفع البصمات وجمع الادله. السلاح اللي مفروض انه ترتكبت به الجريمه كان محطوط فوق الطابله وكان قريب من الضحيه والدم كان كارم فيه. المهم الشرطه العلميه كدير الخدمه ديالها، وفاش كيساليو كيتم نقل الجثه لمستودع الاموات في انتظار تشريح الطب الشرعي، وكيتم نقل اي حاجه
غادي تعاونهم في البحث المختبر ديالهم. وبالنسبة للموس ما كيلقاو فيه حتى شي بصمات، لأن ابتسام قبل ما تستعملو كانت مسحاتو مزيان وكانت دايرة الليقات في يديها. تم التعرف على الهوية ديال الضحية من خلال البطاقة الوطنية ديالو اللي لقاوها في جيبو. وبما أن السيد عايش في الدار البيضاء، في الحين تم التواصل مع الشرطة ديال مدينة الدار البيضاء، وبفعل التنسيق مع بعضياتهم كيكتشفوا بأن السيد جات مراتو نهار 27 شهر 11 2012 وديكلارات بالاختفاء ديالو، وقالت بأنه يومين هادي ما بان ليها وحتى من تليفونه ما كيجاوبش فيه. وهنا علموهم بأن السيد تلقى مقتول في دارو. البوليس في الحين كيعيطوا على مراتو وكيخبروها بهذا الشيء، ومن بعد البحث معاها كتعاود ليهم نفس الأقوال اللي سبق ليها وقالتها البوليس فاش كانت جات ديكلارات بالاختفاء ديالو. وفي هاد الأثناء كانوا البوليس في الرباط كيستجوبوا الجيران ديال العمارة والكونسياج. هاد العساس من بعد غادي يشوف مرت منير وغادي يأكد ليهم بأنها ماشي هي اللي كانت كتجي معاه، ماشي هي اللي كانت كتجي معاه لديك الدار، وبأنه عاقل مزيان على الوجه ديال هذيك البنت وما غاديش تخفى عليه. وقال أنه قبل ما يلقاو الجثة ديال الضحية بسيمانة كان شافهم بجوج وهما داخلين العمارة مع ديك 11 ديال الليل، ولكن بعدها ما شافهمش فاش خرجوا. وما عارفش واش هذيك البنت عندها علاقة بالجريمة ولا شي حد آخر يمكن دخل يسرق قتلو. هذا الشيء اللي غادي ينفيوه البوليس بصفة نهائية، لأن من خلال البحث ديالهم والتفتيش تأكدوا بأن هذه القضية ما عندها علاقة بالسرقة، لأنه حتى شي حاجة ما مشات من الدار وكل شيء في بلاصتو. وهنا المشتبه فيه الرئيسي غتكون هي البنت اللي كانت دائما كتجي معاه. كيقول العساس بأن الاسم ديالها ابتسام ومدة ديال 5 سنين وهو كيشوفهم كيجيو مع بعضياتهم لتما. ومنير كان كيقول لهم بأن هذيك هي المدام، وهاد المدة كلها كان كيصحاب ليه مراتو. وقال بأنه في داك النهار اللي جاو فيه وياها برطمة كان كيف ما العادة صيد طوموبيلتو وخلاها مباركية قدام باب العمارة ودخلوا للدار، ولكن دابا الطوموبيلة مختفية. ومن بعد ما البوليس كيقلبوا الدار ديال الضحية اللي كاينة في كازا ما كيلقاوهاش حتى في شي بلاصة نهائيا، لا في المدرسة ديالو ولا في الكراج ديالو. وهنا العساس ديال الباركين اللي كاين في وجدة اللي باركات فيه ابتسام الطوموبيل ديال الضحية دخلوا الشك فاش شاف الطوموبيل 10 ايام هادي وهي تما، والسيدة اللي باركاتها ما عاوداتش رجعات ليها. ومن خلال الترقيم ديالها عرف بأن الطوموبيل من كازا. شاف حتى هي ومشى لعند البوليس وخبرهم بهذا الشيء. البوليس فاش جاو خداو المعلومات ديال الطوموبيل كيلقاو بأن السيارة ديال واحد السيد سميتو منير من مدينة الدار البيضاء. وبالتنسيق مع السلطات ديال كازا كيتم اكتشاف الطوموبيل ديال الضحية اللي مات مقتول في الرباط. وبما أن العساس تيقول بأنه شاف مرأة هي اللي باركاتها، تم ربط الأحداث واستنتجوا بأنه من بعد ما تقتل المجرمة دات الطوموبيل وحطاتها في وجدة باش تموه البوليس. ومن خلال البصمات اللي كانوا في الطوموبيل قدروا يوصلوا لابتسام. وفي نفس الوقت البوليس في كازا بحثوا مع المعارف ديال منير وعطاوهم نفس المواصفات ديال ابتسام. هنا من بعد ما البوليس وصلوا لهذه المعلومات كاملين كيتم إلقاء القبض على ابتسام وكيديوها المركز ديالهم باش يحقوا معاها. في الأول نكرات وما بغاتش تقر ليهم نهائيا، ولكن مع وجود أدلة والبصمات ديالها في الطوموبيل والعساس ديال الباركين اللي شهد فيها، وكذلك مع الكونسياج ديال العمارة واللي بجوج أكدوا أنها هي السيدة التبلوكات وما بقى لها فين تزيد تنكر. هنا ديك الساعات بدات كتعاود الحقيقة كلها، عاودت لهم التفاصيل الجريمة وتم إعادة التمثيل ديالها. وقالت البوليس بأنها انتقمت منه وقتلاته وما كتحش بالذنب أبدا، لأنه ضحك عليها وضيع لها حياتها وخدا لها مبلغ ديال 8 مليون و7000 درهم وما رد لها منها حتى درهم. وفاش اكتشفت بأنها حاملة نكرها وما بغاش يتزوج بها، وملي شافت راسها ضيع لها كل شيء ولا تيبان لها تنتقم منه بهذه الطريقة. دارهم تصدموا بزاف بهذا الخبر وما عمرهم ظنوا أن بنتهم غادي تقدر دير هذه الجريمة. كانت كتبان ليهم رزينة وبعقلها. باها ملي جاتو هذا الخبر
جاه انهيار عصبي وتقطع ليه عرق في راسو، وجاه شلل نصفي، وحتى امها طلع ليها السكر، والاطباء اضطروا يقطعوا ليها الرجل اليمنيه. المهم العائله ديالها كلها تدمرت، وهذا الشيء كله بسبب التهور ديال بنتهم. ابتسام ملي سمعت هذا الخبر على والديها طاح ليها الجنين، وتم النقل ديالها من السجن المحلي عين السبع للسبيطار باش تعالج. ومن بعد ما تحسنت الحالة ديالها كترجع للحبس في انتظار المحاكمة. والديها وخوتها ملي دخلت الحبس حتى شي واحد فيهم ما جا يزورها. ومن بعد ما داز عام على هذه الجريمة تم الحكم على ابتسام ب30 عام سجنا نافذا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتضليل العدالة. وكنتمنى تكون هذه الحلقة فيها العبرة والاستفادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.